جهود مصر في الكوميسا انضمت 1898 وتولت رئاستها يجي كده مرتين 2001 و2021. وضعت خطة تنموية لتحقيق أهداف أجندة 63 وإنشاء مشروعات بنية تحتية مشتركة للربط الكهربائي بين مصر والسودان. إطلاق أكاديمية كوميسا الإلكترونية لدعم التحول الرقمي، وإطلاق مبادرة تكامل الصناعي الإقليمي تحت شعار يا ترى صنع في الكوميسا. أما جهود مصر في تجمع ساحل وصحراء عملت في 2001 في المجالات الأمنية والسياسية ومواجهة الإرهاب. القاهرة أصبحت مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب.